السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم قناة شيكالاستيك. النهاردة هنقدم وصفة صحية جدا 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 وسهلة لعشاق البطاطس. بطاطس المحمرة بس معلقة زيت واحدة من غير اير فراير. نعملها بالفرن. هنعملها في الفرن. تمام. هنقطع مع بعض البطاطس زي ما انتوا شايفين، وممكن نقدر نعملها شيبسي بنفس الطريقة اللي احنا بنعملها ديت. يا ريت لو وصلت معايا للفيديو في اللحظة دي تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد. هنقطع مع بعض البطاطس كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونسخن. واحنا بنقطع البطاطس هنسخن الفرن على اعلى درجة. انا ما عنديش درجات في الفرن بتاعي، بس مسخناه مشغلاه على اعلى حاجة، ولازم الفرن يبقى سخن قبلها. تمام. هنغسل البطاطس كويس جدا ونشيل منها النشا، وبعد كده هنحطها في الفوطة ونصفيها من المية خالص، ما يبقاش فيها نقطة مية. وبعد كده هنحط البطاطس دي في الصينية. يلا مستنية ايه بقى؟ لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنحط بقية البطاطس الباقية في الفوطة، وبعد كده برضو ننشفها من المية خالص، ما يبقاش فيها مية خالص. وزي ما قلت لكم نقدر نعملها شيبسي بنفس الطريقة كده. هنعمل البطاطس شيبسي ونحطها، بس هنفرد الشيبسي مش زي البطاطس الصوابع، هنفردها كل بقى شيبسية لوحدها. هي هتاخد وقت معاكي اكتر بس بتطلع تحفة. معلقة زيت ونقلب بيها البطاطس كلها. معلقة الزيت ديت مفيش بطاطسية ما يبقاش عليها زيت. هنقلبها كويس جدا بحيث ان البطاطس كلها معلقة الزيت دي تغطيها. بعد كده هنحطها في الفرن على درجة حرارة عالية زي ما قلت لحضراتكم. هتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها تحفة، صحية جدا، حلوة للأطفال، صحية جدا وطعمها تحفة زي ما انتوا شايفين، زي المتحمرة بالظبط. لو كنت وصلتي معايا للفيديو للمرحلة دي يا ريت لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم كل جديد وتفعيل الجرس. انا بستخدم مع البطاطس ديت، شايفين طالعه عامله ازاي؟ عظمه، حاجه عظمه بجد، تحفه. انا بستخدم معاها التوابل اللي انتوا شايفينها دي، توابل ويلز للبطاطس، بتبقى تحفه وبتخلي البطاطس في حته تانية بجد. اتمنى ان انتوا تجربوها وتقولوا له رايكم فيها ايه. طعمها حلوه جدا، وهتشوفوها معايا طريه ومتحمره من بره وطريه من جوه، جميله جدا. والسلام عليكم ورحمه الله.